عبد الله جداد، عضو مجلس وطني للفيدراليه المغربيه لنشر الصحف. اولا كما زرتوا اليوم خيمه الصحافه اللي كانت فقط مجرد حلم كنحلموا احنا في جهه العيون الساقيه الحمراء. هذا الحلم تحقق بفضل اراده المنتخبين والسلطات المحليه، بطبيعه الحال رئيس الجهه ورئيس البلديه، لانهم رفعوا بواحد الملتمس لوكاله الجنوب ووزاره الاتصال، والبلديه عطات بقعه الارض كما كتشوفوا في ارفع وفي احسن مكان، واللي اليوم الحمد لله هي الخيمه 80% من الانجازات اصبحت متوفره، واللي هي خيمه ستطل على موريتانيا وعلى ودنون. انا اللي كنتمنى هو انه اليوم حققنا هذه الخيمه، ولكن جهه قلميم ودنون، انا اناشد السيده رئيسه الجهه اللي هي بعيده مباركه، وهي وزيره وهي بنت المنطقه، وابوها الله يرحمه الحاج علي بوعيده اسدى خدمات كثيره لهذا الوطن. فلماذا لا يفكر المجلس في خلق خيمه الصحافه، سياني في قلميم سياني في طنطان، ونختار كاع تعود في طنطان، لان طنطان فيه موسم الجمل، عنده الاعتبارات الكبيره كمنطقه عبور بينه وبين الصحراء، وكذلك قلميم ما حتى مشكل. المهم ان تكون في جهه قلميم ودنون خيمه للصحفيين، او يسموها تحت اي اسم يريدون. فلذلك هذا انا اعتبره احسن ما يمكن ان يقدموا هذا المنتخبين، وغادي يبقى مسجل لهم في التاريخ. لان شوف المنح كيمشوا والدعم يمشوا والاشهار يمشي والتهلو يمشي، لكن هذا الشيء ما كيمشيش، هذا الشيء كيبقى لولادنا والاجيال ديالنا. وكما كتشوفوا مركز الجنوب للاعلام والاتصال خيمه الصحافه العيون، يعني لا شك بانه وكاله الجنوب ووزاره الاتصال تقد تعاون الجهه ديالنا اللي هي جهه قلميم ودنون، والبلديه تبارك الله، والمجالس الاقليميه، وعندكم صحفيين وعندكم جامعات، وعندكم ياسر من الامور اللي هي موجوده. اذا نحنا ان شاء الله هذه السنه الى احيانا الله ان شاء الله هذه السنه غادي ان شاء الله يكون هذا المشروع واجد، اللي هو ما كلفش بزاف، كلف 11 مليون درهم. ولا جينا نشوفوا قياسا مع شنو كينجزوا الجهات وشنو كيصرفوا من الاموال في مشاريع كبرى، غادي نلقاو بان خيمه الصحافه اقل ما يمكن انها تكون يعني منتدى وخيمه وبيت ومأوى وملجأ ومركز ومنتدى لكل الصحفيين وكل المثقفين، ليس فقط الصحافه، الشأن الثقافي، سواء تعلق الامر بأسازاق او بفني او بطنطان او بقليميم. فلذلك احنا فرحانين وبغينا نشكروا حنايا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاحنا كنشكروا السيد رئيس جماعه العيون لانه هو صاحب المشروع المنتدب، وكنشكروا بطبيعه الحال كل الشركاء ديالنا، وزاره الاتصال، وزراء الاتصال اللي دازوا 3 أو 4، ولكن المشروع هو امامكم. نتمنى ان شاء الله يوصل هذا النداء لمن يعنيهم الامر بجهه قلميم ودنون.